بطل تضحك على نفسك وتقول انا بس بجهز لبداية قوية. الحقيقة اللي مش هخبيها عليك انك خايف، والكمال اللي انت بتدور عليه ده هو السجن اللي انت دافن فيه احلامك. عارف ايه اكتر حاجة اكيد بتقتل طموحك واحلامك قبل ما تبدأ فيها؟ مش قلة الامكانيات ولا الظروف. اللي بيقتل احلامك قبل ما تبدأ اصلا هو فخ اسمه البداية المثالية. احنا عايشين في عصر تقدر تقول كده عصر الفشخرة بمعنى اصح. بتفتح السوشيال ميديا والانستجرام وبتشوف نجاحات لناس كتير وفلوس كتير وكادرات وصور متصورة بالملي، فعقلك غصب عنه بيتخيل انك علشان تبدأ تعمل حاجة لازم تكون في نفس النقطة اللي هم فيها حاليا، وبتنسى ان مفيش حد فيهم بدأ ناجح. اي حد انت بتتابعه على السوشيال ميديا بدايته كانت متلخبطه جدا، ممكن تكون شبه بدايتك وممكن تكون متلخبطه اكتر كمان. خدها قاعده في دماغك قبل ما نكمل الفيديو: اي حاجه شكلها حلو بدايتها كانت متلخبطه. الرسام، الاديتور، التيشيرت اللي انت لابسه بدايته كانت عباره عن قماش وخيط. الرغبه في انك تطلع بافضل صوره من اول يوم هي اللي بتخليك ما تطلعش اصلا. اسمع ركز معايا في الحته الجايه دي. في دراسه اتعملت على مجموعتين من الطلاب المبدعين فنون جميله، اكتشفوا ان الطلاب اللي غلطوا كتير وانتجوا كميه اكبر وصلوا لنتائج وجوده افضل 10 مرات من الطلاب اللي حاولوا يطلعوا الشغل مثالي من اول مره. ليه بقى؟ ليه الناس اللي غلطت اتفوقت على الناس اللي حاولوا يعملوا شغل بجد؟ هقول لك ليه ببساطه: لان اللي بيغلط بيتعلم، واللي بيتعلم دايما بيتطور. لازم تتطور عشان تنجح، والحل هنا في كلمه واحده بس: الاستمراريه القبيحه. مش قصدي تطلع شغل وحش، بس قصدي تطلع شغل حقيقي بظروفك الحاليه. ابدا بدايه ناقصه شويه حاجات مش مشكله، بس المهم تبدا. وخدها مني كلمه: النجاح في البدايه مش محتاج جوده،